المسرح الملكي للرباط على ضفاف نهر أبي رقراق أيقونة الجيل الجديد من المسارح الكبرى، وصرح ثقافي بارز يعزز البنية التحتية الثقافية للرباط عاصمة الثقافة والأنوار. حفل تدشين هذه المعلمة الثقافية الكبيرة ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء وعقيلة الرئيس الفرنسي السيدة بريجيت ماكرون، حيث أدت لهما التحية تشكيلة من القوات المساعدة، قبل أن يتقدم للسلام عليهما كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وشخصيات أخرى سياسية ومدنية. وبهذه المناسبة أزاحت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة بريجيت ماكرون الستار عن اللوحة التذكارية للمسرح الملكي للرباط الذي يعد الأكبر في إفريقيا والعالم العربي، ليتقدم للسلام على سموها وعلى حرم الرئيس الفرنسي وفد مكون من ممثلي الشركات المشرفة على إنجاز هذا الصرح المعماري البارز، وكذا أعضاء وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. وفي بهو المسرح الملكي للرباط أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء وحرم الرئيس الفرنسي صورة تذكارية. إثر ذلك قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة بريجيت ماكرون بزيارة القاعة الكبرى للعروض، وقدمت لهما شروحات حول هذا المرفق المصمم وفق أحدث المعايير الدولية المعمارية والتقنية، وأخذت لهما صورة تذكارية على المسرح. كما قامت سموها مرفوقة بالسيدة الأولى لفرنسا بزيارة المنصة الملكية ومختلف تجهيزاتها التقنية الحديثة، وشاهدت شريطا مصورا يستعرض المراحل التي مر منها إنجاز هذه المعلمة الثقافية الكبيرة. هذه المعلمة الثقافية ستبوئ المغرب مكانة وازنة على الساحة الثقافية العالمية. هذا المسرح من تصميم المهندسة المعمارية زها حديد رحمها الله. يتوفر هذا المسرح على مرافق ثقافية غنية كالقاعة الكبرى التي تتسع ل 1821 مقعدا مجهزا بأحدث وأرقى التقنيات السينوغرافية. كما يزدان المسرح الملكي للرباط بمسرح صغير يتسع ل 250 مقعدا بالإضافة إلى مقصورة للفنانين وقاعة خاصة للنجوم. يتوفر هذا المسرح على مطعم بانورامي مطل من جهة على برج محمد السادس من ناحية، ومن ناحية أخرى على المعلمتين التاريخيتين صومعة حسان وضريح محمد الخامس. هذا الصرح ما هو إلا تجسيد للرؤية الملكية الشريفة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولعنايته السامية بالفن والثقافة في بلدنا الحبيب. إثر ذلك قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة بريجيت ماكرون بزيارة المسرح الصغير، حيث قدمت لهما شروحات حول هذا المرفق، قبل أن تزور كلا من غرف تغيير الملابس وقاعة الفنانين الكبار. وبالطابق الرابع للمسرح الملكي للرباط توقفت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة بريجيت ماكرون عند المطعم ذي الإطلالتين البانوراميتين على كل من برج محمد السادس وضريح محمد الخامس. وأنهت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء وعقيلة الرئيس الفرنسي السيدة بريجيت ماكرون زيارتهما لمختلف مرافق المسرح الملكي للرباط بجولة في متجر المسرح. وبهذا الفضاء قدم لهما عرض حول الزيارة الافتراضية لهذه المعلمة الثقافية الكبيرة. وفي ختام حفل تدشين المسرح الملكي للرباط أدت التحية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء والسيدة بريجيت ماكرون تشكيلة من القوات المساعدة، لتقوم بعدها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بتوديع ضيفة المملكة. الله